الشارع المناطق الماليه عرض الوثائق معناها ينجم يمشي مدير عام تاع شركه في سوسيتي انونيم حاجات اللي خاصه نفسه. الخوف تنقل تو وكنا احنا خايفين الشعب التونسي الكل منهم ما كانوا عاملينه. تو الخوف يقينا من مصادر مختلفه متقاطعه ومتضاربه جمله. الخوف ولا عندهم هما المفسدين في الارض هذا اللي كانوا عاملين عاطفه في البلاد الفساد الكل فيه هما تو الخوف انتقلهم لهم. هذاك الدار نتاعو معناتها عنده كل شيء، عنده باسبورات، عنده حتى علاقات مصرية، عنده علاقات مع السيار، عند الامريكان وعنده مع الموساد في الديوان عندهم كوسيون، يعني تصور انسان يحط كوسيون فلوس زايده، عندهم حاطين 150 مليار بور ديبلوكي لي كونتينر اللي كي نجيبوا فيهم، قاعدين نتعطاوهم اللي في ديواني. دونك فيها فايده للديوانه باش تخرج لي كونتينر بلوكي، فيها فايده للدوله باش ديفيرونس نصدروها على الاقل تدخل الدوله. تصور معناتها الناس اللي في موضوع ثانوي بون كاكتيفيتي برينسيبال هامه، لكن فلوس حاطينهم في موضوع ثانوي 150 مليار وراهم موجوده في الخزينه تاعي زمد باش نجموا يخدموا. مراه بركه من جملتهم هذيك اللي جات عندها 54 مليار في الديوان وحدها. زمد زمد بخلاف الارباح لا ما تعرفش هذاك عليه. ويمك ورا انا اللي اكثر علاش ما نجمش نقولها، شفنا معناتها مش في تونس هنا، شفنا في الخارج مافيا دوليه راهم توا لينا متعدين مافيا دوليه راهم موجودين بارتو، موجودين في موسكو، موجودين في امريكا، موجودين في فرنسا، في ايطاليا، يسمون بارتو راهم، وعندهم ملك وعندهم معناتها الملاك العقاريه وعندهم لي كونت وعندهم الشركات وعندهم ناس واسطه وعندهم شركات واسطه. توا لا توا وقت سلتني السواد هذاك بيدو لقيت روحي في فما حاجات نجم نصرح بهم وحاجات ما نجمش نقولهم خاطر بسبب البحث، لكن توا موجودين برا والداخل، هما لهنا في الداخل توا بواسطه ما عادش ديريكتوا، حتى كان فما حاجات حلوها لغيرهم اللي هو بوسط غيرهم قاعدين يتعاملوا، لكن قاعدين ينشطوا زاد ما كان موجود تو ينشطوا بصير فعاليه مش بالقانون مش بالشركات ولا غيره، يعملوا في الدكور زفاف لكن وفلوسهم قاعده تدور مازالت موجوده ونعرفوا راهم موجوده. وعلى ذاك الامر انا تو يلزمني علاش المرحله هذه ما عادش انت اداريين، انت ما عادش انت اداره اداريين، يلزمني امنيين ويلزمني قضاة والشرطه الاقتصاديه. اي مالك يلزمني امنيين وقضاة، هذوك هما اللي باش يسهلوا المأمورية، نعرفوهم ويعرفوا هما نجموا نتعاونوا بصفه كبيره برشا. الوقت من ذهب هذا اللي قدرنا عليه. لجنة المصادرة كل صباح يبكر خبراؤها في سباق ضد الزمن لحصر ما نهب من ثروات، تدقيق وبحث في آلاف الوثائق والحسابات. فالفساد الذي عم لا يزال يتفشى إلى اليوم، بل اتخذ صيغا أخطر من الماضي. عامان بعد سقوط النظام لا زال السرطان يسري في بحر بلا قرار. كلما تقدم هؤلاء القضاة والمستشارون والمختصون في ضبط ذراع المافيا وشله، إلا وتولد آخر يكتشفونه في سياق التحري. وكلما تم الاستقصاء عن فاسد مستتر، إلا واكتشفوا نسلا آخر لم يبقي ولم يضر. فالمشكل الخطير اليوم يتمثل في تبديل بارونات الفساد لأسماء شركاتهم أو وضع الممتلكات المنهوبة تحت واجهات أخرى، فيختفون وراء عناوين مغايرة، بل وصل بهم الغدر بعد عامين من الثورة إلى إخراج المليارات التي يتم تبييضها أمام مرأى ومسمع الديوان والبنك المركزي، وذلك بالتحيل واستنباط الشركات الوهمية والعناوين المزيفة يختفون وراء الأقنعة. مثلا فايزة تجهد نفسها يوميا لفك ألغاز تخفي الفاسدين وراء حجب لا يخرقها إلا باحث حصيف. أقطاب الفساد يبدلون جلدتهم كالحية، ولا زال سمهم الزعاف يقطر بين أنيابهم. قد ما تكشف تحس فما حاجات مخفية ما توصلني ليش إلى يومنا هذا. مناش من العمليات الإخفاء اللي عملوها هما كانوا متحضرين للثورة، كانوا معناها، أو ممكن كانوا يخفيوا حتى على بعضهم، هما كانوا ديكلون ما نعرفش. فهمت يعني كان فما عمليات مخفية يعملوا فيها، وشركات هذه عملية إخفاء الشركات كما قلت لك والتخفي ولا غيره هي اللي احنا لقينا حتى شركة سامحني يتصدر في النحاس.
هذه ما خرجتش في المنظومه، لا المنظومه تاع الشركات تسجيل الشركات الماليه ولا خرجت صدفه. كيفاش لقيناها في الوثائق هذه الخاصه اللي لقيناها احنا في المكاتب نتاعها. هذيك تصدر اسرائيل. شبكة النحاس المنهوب لا تزال قائمة إلى حد اليوم، ولم تتغير إلا الواجهات بدليل مواصلة سرقة الكابلوات وغيرها من المحامل النحاسية، ولا يزال صهر وتهريب هذا المعدن الثمين متواصلا. والكل يعلم ببواخر النحاس التي خرجت من الموانئ التونسية، والتي كانت تصدر نحو بلد أول للمراوغة، ثم تبعث إلى إسرائيل حيث تصهر في المعامل الحربية لإنتاج السلاح. ثم بالتثبت من هذه الشركات وجدت المدققة أن أرقام سجل تجاري لكثير منها غير موجودة حقيقة، بل هي أرقام وهمية. والغريب أن الديوانة لم تتثبت من ذلك سنوات وسنوات. مثلا تلقى هذه هنا ريتو المعرف الجبائي هذا، المعرف الجبائي هذا غير موجود، مش واقعي. والريجستر دو كوميرس هذا غير موجود، وهمي وعاملين فاتوره ويخرجوا بها في الديوانه. وهذه مثلا باش يخرجوا لجنيف سويسرا فوالا لو كليون ايسي كور في سويسرا جنيف. هذا مارشي عملوه اخر مره في ماي نحاس ديشي دو كويفر. فما قبل كانوا ديما يبيعوا لهذا ويقولوا خلصني في الحساب هذا اللي هو باسم حساب في تونس. هذا فوالا حساب في تونس في البيانات ويتصدر لألمانيا. يتصدر لألمانيا اللي وقعدوا سنوات يصدروا فيه. سنوات قلت لك من 2006 انا حطيت كيف الفاكتور هنا عندي في الريجستر واحد منهم. اسماء وهميه تاع الشركات. الشركه هذه الوهميه هذه بس الشركه الوهميه. وسجل تجاري وهمي زاد. سجل تجاري وهمي هذه ما فيهاش سجل تجاري جمله هذه. او كحساب جاري تدفع فيه، لا فيها سجل تجاري لا معرف جبائي، او كحساب جاري تدفع فيه وكاو. سامحني وين الرقابه والاداره والجبائي؟ الديوانه وين؟ الديوانه سيتو هنا الرقم تاع الديوانه فهمت. قطاع الملابس المستعملة الروبافيكا كان واجهة أيضا، ولا زال لتبييض الأموال تحت أسماء مغايرة لا تجلب شبهات. فالسيل الهادر للبالات التي تعم البلاد لا زال يضر لأصحاب البنوات المتخفين ثروات طائلة. تهديدات والله فما زملاء برشا معناتها وصلتهم زملاء تهديدات. رئيس اللجنة وصلتوا تهديدات، هذا المصرف القضائي وصلتوا تهديدات. معناتها فما تهديدات راه موجودة وقائمة ليومنا هذا. ما مش واحد يخدم في معمل معناها من التهديدات، بقى واحد يخدم يقوم بواجبه لا أكثر ولا أقل. خروج الأموال لعبت فيه شركات الطيران الخاصة دورا محوريا، وخاصة تلك الطائرات الصغيرة المملوكة لمن تعرفون، والتي كانت تحمل معها الأكياس كل أسبوع نحو جنيف أو دبي أو بروكسل أو لوكسمبورغ. ولم يجري إلى حد اليوم بحث في تقصي خيوط تلك الرحلات، ولم نرى أثرا لهذا الملف المريب إلا ما وضح من استرجاع الطائرة الخاصة من سويسرا على ملك صاحبيها صخر وشريكه حمدي المدب. هذا البحث المضني في وثائق أباطرة الفساد دل على معلومات وتفاصيل تثير الريبة والشك. فقد وجدت هذه الوثائق السرية التي تخص البحث الأمني لعمليات كبيرة لتهريب العملة ومحاضر أبحاث التفتيش الأمنية بكاملها عند هؤلاء، بعثوها بالفاكس إلى جهات أجنبية مسترابة، بل أن نفس الاسم وجدناه في عنوان يتكرر. تبعث نحوه هذه الوثائق وهو سيمون حداد، يذكرني بما كنت وجدته في وثائق الرئاسة وهو نفس الصهيوني حداد. كلش تصور تونس على الحاله هذه اللي موجوده فيها اللي تم ارتكاب. بقيت تونس اخرى اللي موجوده جديده. تونس
تونس تم الاعتداء عليها، تم الاعتداء على مؤسساتها، تم الاعتداء على الشعب التونسي بصفه كبيره برشا. أنا دولة موازية بالطبع ايه، وتفاجأت بصفه كبيره ياسر. الحق شنو بقدر الالم عن اكتشاف هول الفساد اللي تم ارتكابه في البلاد، بقدر الامل في المستقبل، خاطر نعرف اللي قدرت لها وقت اللي ديجا لوفات اللي رفعوا ايديهم عن دولي الدوله وعن السيطره على جميع الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في وسط البلاد، ديجا خطوه كبيره. المرحله الثانيه ان شاء الله قدرت لها اولا نجيبوا نتائج في العمل تاعنا في مقاومه نتيجه الفساد بالنسبه لجنه المصادره، بالنسبه لغير الامر ممكن ليهم ان شاء الله في اقرب اوقات. هاو الكبارات تاع الفساد مازالوا يسولوا ويجولوا يدوروا. والله هو تو شنو انا المواطن يقول لك هيك نشوفهم كلهم. احنا بالنسبه لينا على مستوانا بعد عام ونص مازال احنا فيما يخصنا احنا منتعدوا بنتيجه الفساد. احنا تو الامر هنا قاعدين 114 ان شاء الله في اقرب اوقات اذا توفرت الوسائل المطلوبه ان شاء الله قدرت لنا نكملوه العمل. توا قاعدين نعاودوا نهيكلوا في اللجنه من الداخل باش نتبعوا مزاد عن ذلك من 114. وانت مش خايف؟ لا الحمد لله الحمد لله. انا نقولها لك بصدق، مانيش خايف على روحي. قلتها على السلطات بيدو المعنيين بالامر وقت جيت بدات مباشره، انا قلت لهم حاجه عاديه جات تهديدات في اخر بالطبع هي. ودونك معناتها نمشي في دير الوطن نحكي فارغه وشكون ندمت المشكله بقيت تونسه، الا انه ما في هذه بصدق بصدق. لكن شنو نخشى ما نخشيش على روحي، نخشى كان على وليداتي. صدق نبدا لك من الاخر. زيادة على ذلك نجد في ثنايا المحجوزات أوراقا بيضاء يوجد عليها طابع البلدية لعقود بيع وشراء جاهزة للتعمير. زيادة على وثائق شركات وهمية موجودة في كل بقاع العالم جاهزة لتكوين ملفات التوريد والتصدير، يعني وجد لدى هؤلاء الفاسدين مخابر كاملة للتزييف. هذه المخابر تستعمل للتغطية على تدفق مئات الحاويات التي تغرق فيها الموانئ التونسية، وهذه الحاويات لغز غريب وعجيب لم تجتث عروقه بعد، فعندما تقطع ذراع للأخطبوط تتولد عشرات أخرى. وإلا بماذا نفسر مثلا الغزو هذه الأيام للسجائر المهربة بالسوق الموازية والحال أنها احتكار مطلق للدولة؟ نزيف بالمليارات، زد على ذلك فإنها مجهولة التكوين بما تحويه من سموم، وثمنها البسيط أغرى الفئات الصغيرة السن بها. ملف السجائر يجرون إلى فتح فضائح وقعت في الوكالة التونسية للتبغ والوقيد، وليس ثمة أدرى بالمدير التجاري آنذاك لكشف هذه الحقائق. صاحب من السوق ما كمية تقارب 42 مليون علبة، منها 28 مليون علبة في وكالة الطبغ والوقيد، و16 مليون علبة في مصنع الطبغ بالخيروان. ملايين باكوات سواقر مشاو. هذوما 42 مليون وقع سحبه من السوق على خاطر المستهلك ما قبلهاش، خاطر بدت النخ نتاعها. عليه؟ النخ نتاعها تبدت على خاطر قاع تعديل التركيبة نتاع السجاير هذيا، واللي انتج مناش انتج من وضعية المخزون نتاع الطبغ اللي وصلنا له في 2008. وفي المخزون هذا في الشراءات اللي وقعت وقعت شراءات بطريقة ولا بصفة بكميات أكثر من العادة، طبوغ من الهند، وقع إدراجها في التركيبة هذه على أساس اللي هي التكلفة نتاعها أرخص. لكن في الحقيقة التعديل هذا بدل النكهة نتاع السجاير هذه اللي ولات نفروا منه. وقع نفرة من المستهلك. ايوه شافوا في الوضع، وهذا شاف الكمية هذه الكل قاعدة لهم في الخباطات وماش قاعدة تخرج. أيوة. وقع قرار بالسحبها. سحبها من السوق وخزنها في الوكالة على أساس بشقة تفتيت نتاعها وتلافها. دونك يقولوا احنا 42 مليون باكو علبة،
القيمة نتاعها على حسب السعر العمومي هي ينازل دينارين العلبة، دونك في قيمة 84 مليار. إلى جانب هذه المسألة الخطيرة فإننا عثرنا في طيات عقود الوكالة على صفقات ربح منها البعض المليارات وانجر عنها لهيب أسعار الدخان، فيدفع المستهلك أضعاف السعر الحقيقي ليذهب في جيوب هؤلاء. علبة كل باكو يتباع خارج السيركوي نتاع الوكالة ولا نتاع الوكالة، خارج الدولة، خارج السيركوي نتاع الدولة. الدولة تخسر شباية سيدي، قاعد نقص كما تقول الدولة ما بين دينار و500 ودينارين في الباكو برا. فما بالك ايش معناه؟ سرير كل باكو يتباع خارج الدولة السيركوي هذاك، الدولة خاسرة دينار ما بين دينار و500 ودينارين شباية. يعني ميزانية الدولة، ميزانية الدولة طبعا، مش ميزانية الدولة. تحط انت ملايين ولا 50، تحط اقل حاجة 50 مليون انت باكو، 50 مليون باكو، 50 مليون باكو سيدي في الجملة، خاطر احنا البيوعات نتاعنا ما يقارب عن 600 مليون باكو في العام. لا كي تنقص 50 مليون باكو فقط يبقى عندك ما بين 75 و 100 مليار خسارة. السوق المناسب شكون يتقاسمها؟ يتقاسمها الصعاليك نتاع اللي قاعدين يستوردوا بطرق غير مشروعه في السجاير وموجوده لتوا. هو الى حد 2007 الوكاله كانت رابحه ما يقارب ما بين 12 و 13 مليار في العام مرابيح طبعا. بارتير دو 2008 من البدايه من 2008 واخر 2008 وحتى الان بدات تخسر، بدات يتقلص الربح هذاك حتى وصل صفر، و2009 ولا سلبي، وفي 2011 وصل حتى قريب 30 مليار خسائر سلبيه طبعا. نبقى لنا ولات مؤسسه خاسره عاد شيء. نجاة باشا كزملائها مستشاري نزاعات الدولة تبذل جهدها رغم العراقيل والصعوبات في تتبع ما انتزع من الأملاك وما نهب من الثروات وما سرق من العقارات، ولكن ما باليد حيلة. فهذا الجهاز الحساس وهو الأخطر في مقاومة الفساد لا زال يئن تحت كلاكل القيود الماضية، بحيث ينتظرون إلى اليوم الخطوة الشجاعة التي تمنحهم الاستقلالية والحرية في تعقب الفساد دون تعليمات أو غربلة أو انتظار. وكم وعدوا بمنحهم هيئة لقضاة الدولة، آنذاك ستنهار صروح الفساد التي رجعت تطل برأسها خلال هذه الأيام. مضروبين على يدينا، مش تقصير منا، معناتها مش ماهوش تقصير منا، لكن ضعف امكانيات نجم تقول اهمها اللي انا نعتبرها ماهيش ماديه، يعني كمستشارين نزاعات الدوله او لا، خاطر نجموا حتى نهزوا ملفات وصارت وانه نهزوا ملفات ونخدموا في ديارنا، لكن ما يعرف بالضمانات، ما عندناش حتى ضمانات قانونيه. يعني تقعد انت بحكم القانون اللي يعني تخدم انت في اطار، وما تعرف يعني كل سلك يخدم في اطار قانوني معين، يعني يحكمك السر المهني، يحكمك عدم انت تناولك للموضوع هذاك. انا مثلا نجم نشوف فساد في ملف من الملفات، انا نشوف فساد في ملف كيما هذايا مثلا،
لكن انا مرتبطه باللي تبعثوا لي لجنه المصادره، او مرتبطه باللي تبعثوا لي وزاره التجهيز، او مرتبطه باللي تبعثوا لي وزاره الفلاحه. ما عندكش حريه الاشتراك. ما عنديش انا حريه، يعني اصلا القانون المنظم برغم تشوف حاجه فيها فساد نجم تشوف، لكن شكون باش يطلب مني معناتها مكبلين؟ يعني احنا كنزاعات الدوله يعني يطلب منا، هي تنهبط قبل وقاعده اللي ما نهبش قبل قاعد يقول لك توا قاعدين ينهبوا توا بعد الثوره قاعدين ينهبوا معناتها مهما كانوا، سواء كانوا مواطنين عاديين ونشوفوا فيهم هذوما من خلال الملفات، سواء كانوا مواطنين عاديين، سواء كانوا معناتها اللي كانوا ينهبوا في النظام السابق نفس المافيا، احيانا بوجوه اخرى او بواجهات اخرى باشخاص اخرى، احيانا حتى عن طريق تلقاه كي تجي تبحث والكل تلقاه الشوفور نتاعو هو اللي قاعد ينهب وقاعده تدور. لكن نجم تقول اللي راس الفساد الاول عباره قاعد توا معناتها قاعد هو يمشي في الخيول. اي خاطر بطبيعه الحال خاطر عندهم الاليات ويعرفوا يعني من اين تؤكل الكتف، وعلى هذاك احنا تويك وخرنا في مقاومه الفساد عليه، خاطر شدينا الاشخاص يعني الفاعلين الاصليين وتركنا الشركاء اللي منتشرين يعني في جميع الادارات التونسيه وقاعدين يشريوا في عليهم القضاء قاعدين يشريوا لانه عندهم، ما تنساش عندهم سيوله، عندهم ناس عندها الفلوس وناس يعني تعرف كما قلت لك بكري معناتها من اين تاكل الكتف، يعرف هو اذا كان ما نعرفش انا باش يسلك طريق تبييض اموال يعرف من شكون عندهم يعني اتصالاتهم سواء على المستوى يعني الداخلي ولا حتى الخارجي، يعرفوا معناتها الاشخاص الاقتصاديين والخبراء والمحامين والقضاة اللي ينجموا يعاونوه في المجال هذاك، يعرفوا الادارات يعني جميع الممرات الملتويه بطبيعه الحال والاجراءات معناتها المشبوهه هما يعرفوها، وعلى ذلك بقائهم في الاداره وعدم تنظيف الاداره التونسيه هو اللي خلى مقاومه الفساد. ما نقولوش حتى يعني القضاء على نسبه على الاقل من الفساد الفظيع معناتها ما تمتش كما يجب في تونس، في حين انه رغم الانتقادات الموجهه المرسوم عدد 13 المتعلق بالمصادره، رغم جميع الانتقادات الموجهه له، لكن عندنا فقره معناتها ثمينه جدا وغيرهم. معناها قاعدين انتم نجم نقولوا مقهورين تشوفوا الفساد هذا بعد الثوره. احنا عندنا الاليات القانونيه لكن هي اليات صحيح بسيطه محدوده، لكن ثم تغييب من ولفائده من، هذا احنا نجهلوه. يعني مرسوم نتاع احداث لجنه استرجاع الاموال الموجوده بالخارج احدث في 2011 يعني بعد الثوره، لكن هو كيف قانون 88 قاعد هكاكا لا ينفع، فقط يستدعيوا المكلف العام لتصحيح الاجراءات. اجى نوبلنا زيد او نوبلنا عمل لنا وكاله لزيد او عمر يعني المحامين الاجانب فقط، لكن تفعيل دور المستشارين لساعه الدوله لا. آخر ملف نجحت هذه الإدارة في انتشاله من المخالب والأنياب هو هذا المشروع الضخم، وربما كان الصفقة الأكبر في تاريخ البلاد. قطب الإسمنت بجبل الرصاص، استثمار بعشرات المليارات ضخت من القروض وغيرها لبناء هذا الصرح الضخم، ولولا بعض الأخيار الذين هبوا هذه الأيام للذود عن مصالح الدولة لذهبت ثروة من ثروات الأجيال القادمة هباء منثورا.
كيفاش عملتوا باش ما تباعش؟ تصرفنا الحمد لله. كما قلت لك ثم ناس خيرين في تونس اللي معناتها اللي وقفوا ضد معناتها ضد بيعها، ناس معناتها اقتصاديين، ناس من المجال، ناس معناتها ثم ناس ديما نقولوا الحمد لله ديما ناسها تونس في الاخر ينقذوها رجال. عرفت كيفاه؟ وبالنسبه للشركاء قلت لي ثم شركاء حبوا يسيطروا توا اكيد. انتم بالنسبه للشركاء هو اهم شريك بالحسن طرابلسي معروف هو معناتها كان مشاركوا في عديد معناتها شركات اي كومبري من ضمنها زاد كيف شركه اسمنت كارتاج. بطبيعه الحال اذا كان بالحسن طرابلسي دونك يعني عنده تجاوزات فظيعه معناتها وعديد الملفات الفساد المحلوله في شانه، فمن باب اولى وانه يكونوا زاد الشركاء نتاعهم يعني تمعشوا بك الفساد اللي كان هو مستغله في معناتها في الظرف هذيك في البلاد. بطبيعه الحال يطبق عليهم نفس القانون يعني اللي هو المرسوم، سواء من لم يرد اسمه فيطبق عليه الفقره الثانيه معناتها من الفصل الاول، وهي كل من قد يثبت معناتها تورطه في الفساد او علاقته معناتها مباشره واستغلاله للنفوذ بالنسبه للاشخاص الواردين بالقائمه. ملف جبل الرصاص قادنا الى كارثه متواصله الى حد اليوم، وهي نهب ثروات المقاطع التي أتت على الأخضر واليابس دون حسيب أو رقيب. جبال من الثروات الجبلية ذهبت في خبر كان لتنتفخ الجيوب بالمليارات دون اعتبار للمدخرات الباطنية للأجيال القادمة، فنهشت الهكتارات من الحجارة والرخام وغيرها من الثروات زيادة على الكارثة البيئية التي حولت الأخضر إلى صحراء. ثم فساد مازال متواصل ومسلط على ثروات البلاد، يعني ثروات اللي هي مهمة جدا بالنسبة للأجيال القادمة. أولادنا ما نحكيوش على أولادنا خاطر هما قاموا بالثورة، لكن أولادنا وأولاد أولادنا نتساءل أنا شنو باش يلقاو من الغابات التونسية، شنو باش يلقاو من المناجم التونسية، شنو باش يلقاو من المقاطع التونسية اللي قاعدة تويكا تحتيه ترخيص باش يستغل أنا معناتها يعني مساحة معينة أو يعني كمية معينة من الرخام أو الحجارة أو الكلس أو ما شابه ذلك يدخل عليها ما نحكي لكش يعني شيء فظيع. وهذا يجينا حتى من خلال المعاينات. بالنسبة للمناجم كيف قادني البحث في الفساد العقاري إلى جانب مظلم لم يتطرق إليه، وإلى الآن يتمتع الناهبون فيه بالحرية، فلم تطلهم يد العدالة، بل هم يرفلون في رغد العيش والمليارات المسروقة. تسلمت أخيرا سجلا ثمينا يحتوي على كل تفاصيل ما أعطي من أراضٍ على ملك الدولة في أرقى المناطق باسم الوكالة العقارية للسياحة، وعند تصفحها ترى العجب العجب. هكتارات أعطيت لمن لا يستحق، وشركات بعثت على أنها مشاريع سياحية، ثم تستبدل بعد الاستحواذ على الأرض إلى شركات عقارية يغنم منها السماسرة مغانم لا تخطر على بل هناك غابات سحقت وجنان تلاشت لتبنى عليها الفيلات الفخمة والعمارات الضخمة، ونكتشف في الثنايا مالكين متخفين وراء أسماء أخرى يقتسمون إلى اليوم منابهم من التفويت في ملك الدولة، بل هناك من ورد اسمهم في قوائم المصادرة، أو بمن أفردوا بملفات تتبع عدلي، أو من أتباع الحاشية الماضية، أو من الهاربين في الخارج، من يملك إلى حد الساعة عقارات تم التفويت فيها يقسمها بين الأبناء والأقارب أو يبيعها إلى اليوم.
ثم وجدنا وثيقة بمئات الصفحات قامت بها مصالح الرقابة حول آلاف الهكتارات الفلاحية والعقارية التي تم الاستيلاء عليها. ونبهت هذه الوثيقة من هذه السيطرة على أغلب أراضي البلاد النافعة والمثمرة، والأغرب أن عديد المقاسم الزراعية لا تزال إلى اليوم يتمتع بها أصحابها في غفلة من العدالة. ثم اطلعت على مجلدات تحوي كل الأملاك المسترابة بعثت بها وزارة الداخلية إلى ما يهم أمر التتبع، وتجد فيها بدقة كافة المعلومات وخريطة الفساد مفصلة ومبوبة وموثقة بأرقام عقودها وسجلها العقاري والتجاري وتواريخ السرقات والتجاوزات. أنا نتسائل يمكن بحكم الملفات اللي خدمتها معناتها حول الفساد، نتسائل برشا أسماء ما جاتناش، حتى كي ندخل يعني للمنظومة اللي عندنا اللي نسجلوا فيها جميع الملفات أسماء ما نلقاوهمش. شكون باش يقوم بيهم؟ مانيش عارفة. علاش احنا ما قمناش بيهم؟ كيف ما عنديش إجابة. علاش الإدارات المعنية والوزارات المعنية ما أحلتش الملفات هذومك أو الأشخاص هذومك، في حين أنه متأكدين اللي الفساد عندهم معناتها واضح. والفساد يبدا موجود معناتها الفساد منين تعرف المصدر نتاعو؟ تعرفه من الوزارة المعنية. زد على ذلك فإن الباحث في السجل العقاري يجد ألاعيب كبيرة تضرر منها البسطاء الذين افتكت منهم مراضيهم وحقولهم وعقاراتهم، سلبت منهم أرزاقهم وهم ينظرون، فأخذت منهم باسم الانتزاع للمصلحة العامة، لكن بعد مدة قليلة يفاجأ أصحابها الذين أخرجوا منها بتقسيمها عقارات تباع وينتفع منها من سلبها. ووجدت في تفاصيل السجلات العقارية فظائع لا أدري كيف سيسترجع أصحاب الحق حقهم، بما أن عمارات ومنازل شيدت فوق رزقهم المغتصب فتفرق دمهم بين القبائل. مثيل ذلك هكتارات في النصر وكرش الغابة وحدائق المنزة ومتيو الفيل وغيرها منتشر. من غرائب الأمور في بلادنا أن هياكل الرقابة موجودة ومختلفة وهيئات التفتيش متعددة، ولكن رغم ذلك نشأت وترعرعت دولة الفساد. دولة الفساد التي لم تسقط بعد. السلطة السياسية إلى حد الآن هي التي تقرر من يراقب ومن لا يراقب، والأخطر من هذا اللي كونه ربما نلقاه في مؤسسة معينة، اللي كونه فما إخلالات وتجاوزات في مجال مثلا الصفقات العمومية، نلقاو المأموريات السابقة اللي تعرضنا لها احنا في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لا تنص على يعني الإذن بالمأمورية، ينص على العديد من المجالات اللي هي معناها تم تحديدها وضبطها اللي تخضع للرقابه، اما الصفقات العموميه اللي فيها الاشكال هذا مش منصوص عليه بالاذن بالمأموريه، وبالتالي فالمراقب وجهاز المراقبه هو لا يستطيع التطرق الى ذلك الموضوع. كذلك بالنسبه لبعض البنوك اللي هي معناها فيها تمويل عمومي او فيها معناها مساهمه عموميه، نلقاو مثلا الاشكال اللي هو موجود مثلا في القروض، ونلقاو الاذن بالمأموريه ينص على كل شيء الا على القروض، وبالتالي اللي به الفائده. هذا علاش اذا كان نتكلموا على الحجم اللي هو ربما تم اكتشافه من بعد اللي كونه الخلل في هذا، وهذا علاش احنا بدرنا بتقديم مشروع لتلافي هذه الاخلالات. الحاجه الثانيه بالنسبه لهياكل الرقابه اليوم والهيئه العليا للرقابه الاداريه والماليه، لانه ما فماش راهو نجاعه وما فماش معناها نتيجه اذا كان ما فماش متابعه.
المتابعة هي اللي تعطي كل النجاعة وكل الجدوى للعمل الرقابي. اليوم بالنسبة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لا تستطيع أن تحيل إلى القضاء الجزائي، لا تستطيع أن تحيل إلى دائرة الزجر المالي، وبالتالي هذه نقائص وثغرات لابد من تلافيها. الداء يكمن في عدم استقلاليتها عن الحكومة، وفي عدم التنسيق بينها، وعدم متابعة نتائج التحقيق، وخاصة الهيئات العليا الثلاث للرقابة المالية والإدارية. فعندما أدخل مثلا في أروقة دائرة المحاسبات أجد مئات الملفات التي تحوي أسرار الفساد بقيت على الرفوف رغم المجهود المضني الذي قضاه المراقبون ساعات وساعات وهم يدققون. وعندما أفتح لأول مرة خزانة تحوي أسرار ممتلكات المسؤولين المصرح بها من الرئيس إلى الوزير إلى المدير وتقارنها بما لديهم اليوم، تبهت لانعدام المتابعة، وحتى المسؤولين الحاليين لم أجد أثرا لتصريح البعض بممتلكاته، في حين أن قانون 87 واضح وصريح. فماذا تخفي كل هذه الثغرات؟ الشبكه نتاع منظومه الفساد المافيا مازالت موجوده تو موجوده. نحكي لي على قبل ما هي موجوده تو. اي ممكن موجوده في الماليه في الجبايه في الديوانه في الواحد في كل بقعه. اي نعم في كل بقعه. اي في كل بقعه. شنو تحب نعرف؟ لازم تفكيك. اي تفكيكها كيفاش؟ تفكيكها كان تقع تفكيكها كي تمس بقعه تشعل في كل بقعه. يلزمها وقت باش تنظم الامور بصفه تدريجيه باش توصل للناس هذوما تفصلهم. تنحي واحد برك تقوم القيامه. راهو فما وزاره نحات ناس قاموا خمس القيام عليهم. شكاو للمحكمه الاداريه، المحكمه الاداريه عطاتهم الحق. علاش؟ خاطر انا نعرفك من الفاسدين القدام اكا ما عنديش بروب عليك. بعدتك عليا ما تردكش انا، بعدتك حديتك حق من الحقوق وحق مكتسب و هما استعملوا. علاش فما التباطؤ اللي وقع من وقت الثوره حتى الحكومه هذه معناها التباطؤ نتاع تقريبا 9 اشهر، ثم التباطؤ اثنين في الحكومه الثانيه اللي جاءوا الثالثه اللي هي جات لقات روحها في وضع صعب خلته لها الحكومه اللي قبلها ما هي ما بارياجي خاطر خوفا من تجاذبات وخوفا من شو اسمها هي الاضطرابات اللي موجوده في البلاد وما نجموش يمسوا. والا فما النيه وقت اللي يعملوا لي قانون باش يخرجوا منه الناس المصادره، الناس اللي هما قالوا امتلكوا اشياء بالوراثه. ايوه باهي انت ملكت حاجه بالوراثه صحيح،
وخليها لك والدك وعنده برشا فلوس والدك سي تابروفي صعب. لكن الفلوس هذوك شبيهم في ساعه ضربوا في 10 في عام ولا 2 بخلاف اللي سرقت هذوما. تقول انا نقول لك ما وكان جيت عاديه انا وياك حاطين رواحنا في نفس الخط. انا خذيت ورثت 5000 دينار وانت ورثت 5000 دينار. انا بعد عامين ولاو 3500 نقصوا خاطر هذاك نصرف منهم، وانت ال 5000 ولاو 500 مليون. كيفاش ولاو؟ ولا خاطر قريبه من نسيب بن علي انت. خرجوا منها سي مروان المبروك بالعمليه هذه. القانون شكون عملوا؟ انا عملته، ما عملتوش انا، عملوا الحكومه تاع سي الباجي باش خرجوا جماعه بعد ما عملوا قانون مصادره. سمعتوش قبيله؟ قال بعد نهارين خرج قانون جديد، فطنوا اللي باش يمسوا قالوا لا احنا ورثنا. ورثت داكور، خذ اللي ورثته يا سيدي، واللي جبته من الورثه هذاك رجعوا للدوله. انتم تنجموا تعملوا شيء؟ عملناه، صادرنا قوة جبارة، يمتلكوا أموال أقوى من الدولة، يتصرفوا أكثر من الدولة الناس هذوما. ونجموا يشريوا الإعلام، ينجموا يشريوا اللي تحب أنت، ينجموا يشريوا اللي تحب أنت، ما نقولش الإعلام، نقول القضاة، كل الناس كل. معناها أنا بنفسي متعجب كيفاش الأمور ماشية بالطريقة هذه. ساعات تلقاها تسيب، يعني كانت عندهم إمكانيات الدولة وخرجوا هالأموال هذه وهربوها للخارج وما دفعوش معناها الجباية نتاعهم، والفلوس هذه مهربة ومحطوط على ذمتهم، وفما فلوس صادرت وفما فلوس لم تصادر لأن احنا ولا الدول لا تعرفهم شنو هما، وعاملين شركات واجهه اكران، سوسيتي اكران وراسوسيتي اكران وراسوسيتي اكران. ساعات فطرنا اللي فما سوسيتي اكران موجودين في تونس وقاعدين يخرجوا في الاموال واحنا ما كناش فاطنين بهم حتى بعد الثوره. حتى بعد الثوره حتى تو مش شهرين او 3 وفطرنا بهم ووقفناهم. فما بالك فما خافيه كان عرض. بارك الله فيك. وانت تصور ايامات بعد الثوره يا اخي ما خرجوش الفلوس، هما استعملوا كل الوسائل على الطريق حتى البنك المركزي. مسألة الرقابة المالية هذه تجرنا إلى هرم الفساد الذي لا زالت تشيد حوله ثروات وتكدس أرباح محرمة لحد اليوم. ميدان الجباية، وما أدراك ما الجباية، الذي لم تدركه الثورة إلى حد اليوم. الموظف والعامل يقتطع نصيبه مباشرة من المنبع، في حين أن مكدسي الثروات لا يكاد الواحد منهم يدفع إلا النزر القليل، هذا إذا دفع، زيادة على فنون التهرب الجبائي وألاعيب سمسرة الجبائية. ولا ننسى أن أول عملية دجاج أيام الثورة كانت تلك التي وقعت في كتابة الدولة للجباية، التي يخرج مسؤولها من الإدارة العامة للأداءات. فهذه الإدارة الحساسة شهدت أضخم عملية تحيل وتهرب، وفي هذه المكاتب المغلقة كم ذهبت من مليارات هباء منثورة، فسخت من سجلات الجباية وبترت من ملفاتها وذهبت نهبا في خزائن مخفية عوض أن تدخل في مداخيل الدولة. المنظومة الجبائية الفاسدة تنحى الراس نتاعها، ولكن ما زالت الأذناب نتاعها. احنا نعرفوا اللي في عهد الاستبداد والفساد هنالك مجموعة من الإداريين تفتقد أدنى مقومات الكفاءة العلمية والمهنية، والمجموعة هذه زحفت على بطونها وتملقت لرأس الفساد في الإدارة اللي في عهد الاستبداد والفساد، وحظيت بالمناصب العليا سواء في إدارة التشريع الجبائي ولا في إدارة المراقبة الجبائية ولا في مختلف الإدارات اللي تعنى بالشأن الجبائي. ونجرب هذاك تفشي فساد. الفساد موجود، ولكن نحن نتحدث عن منظومة الفساد، لأن الفساد هو منظومة قبل أن يكون ممارسات. إذا أنت فتحت الباب منظومة الفساد فأن الممارسات سوف تتفشى، والممارسات لا حد لها ولا ضابط لها، وهنالك من الممارسات اللي تقع تحت قيد القانون. بالنسبة لهذه المجموعة لا زالت إلى حد الآن تمسك بالقرار الجبائي في الدولة التونسية، وأكبر دليل على ذلك هي مجموعة الأخطاء المهنية والأخطاء المهنية التي ارتكبت في برنامج ميزانية 2013. اقترحنا في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2013 قدمنا فصلا لفتح أجال التدارك بخصوص كل الملفات التي شابتها أعمال فساد. يبدو لي المقترح منطقي، ولكن وللأسف أن الأغلبية داخل المجلس التأسيسي اعترضت على هذا المقترح. هذا هو الفساد الحقيقي اليوم والفساد الرسمي. اعترضت على هذا المقترح، وهذا نصنفوه في خانة الإجرام، لأنه الجريمة أنك اليوم تبقي على ملفات تحصن ملفات الفساد، وهذا
بالطريقة هذه، وهذا أكدوه لنا بعض النواب صلب لجنة المالية، أكدوه لنا نواب صلب لجنة المالية أن كل المقترحات اللي قدمناها والتي ترمي إلى وضع حد لظاهرة استيراد البطالة، الفساد في المجال الجبائي، نهب الموارد العمومية من قبل المؤسسات الأجنبية، تبييض الأموال والجرائم، كل هذه المقترحات تم الاعتراض عليها. لذا الملفات اللي تقصدها أنت هي تقدر بعشرات الآلاف، وهي بإمكانها لكان اليوم هالملفات نراجعوها باش نجنوا منها عشرات آلاف المليارات. طبعا لأنه عديد عشرات آلاف الملفات هذه عن طريق الرشوة تم تحصينها، حصنت سواء عن طريق الرشوة أو عن طريق تجاوز السلطة. طبعا وهذوما طبيعي، هذوما ناس رابحين. انت كي ترى شطب الديون الجبائية اليوم هذا الملف لم يفتح، رغم اللي تحدثنا عليه في التلفزيون، تحدثنا عليه في الإذاعات، تحدثنا عليه في الصحف. هناك استراتيجية لا وطنية لتبييض الفساد والفاسدين. هناك آلاف المليارات شطبت. طالبنا بفتح تحقيق بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها، حتى التي تم شطبها في إطار الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، والتي يدعي البعض أن إجراءات شطبها هي إجراءات قانونية يجب التحقيق فيها. الملفات الجبائية يجب فتح سجلها، وسنفاجأ بحقائق مهولة وأرقام مفجعة، بل أن موظفي ومتفقدي هذا الجهاز الحساس لا زالوا يشتكون من وجود لوبيات الفساد تتحكم في بعض المفاصل للجباية. نور الدين والحبيب وكمال وشكري قضوا أكثر من 20 عاما في هذه الإدارة العامة يعانون من سطوة بارونات الفساد الجبائي، وهم مصممون اليوم أكثر من أي وقت مضى على وقف النزيف. والحال أنه من غير المعقول بعد سنتين من الثورة أن يتواصل الغبن والنهب ولا تفتح المحاسبة في هدر المال العام، ثم أن هؤلاء يختزنون في صدورهم حقائق يمنعهم القانون ظلما من الإدلاء بها، وهذا يكبلهم بما أنهم يرون الفساد بأعينهم ولا يستطيعون سبيلا لفضحه. عندنا ملفات اللي من المليارات هبطوا للصفر، وعندنا ملفات اللي وقع معناها غطاوا عليهم ومن بعد الثوره عملوا لهم مراجعات ورجعوا المليارات. وعندنا فهمتني ملفات ناس فورفيتير وقت اللي ما عندهم حتى حق يخدموا يعملوا في شيفر دافير بالمليارات ما يخلصوش اكيد فورفيتير. في حين الموظف والعامل فورفيتير كان قبل 30,000 دينار ما يفوتش الشيفر دافير نتاعو انويل. هذوما الناس يقول لك بالمليارات انا يعملوا في شيفر دافير. وفما بلاش باتيندات ولا فما مطاعم فخمه معروفه في المنار حالينهم نظام تقديري معناها ما يفوتش الشيفر دافير نتاعهم 30 مليون 33 مليون يعملوا في نهار ظل معناها شيء رهيب. محميين الناس هذوما معناها محميين مالوريزمون حتى الى يومنا هذا. المنظومه والوزير اللي جاء وكاتب الدوله نتاعو اللي هو وزير بارنتيريم في باله بالشيء هذا كل والوقت يجي مازال محافظ على نفس الرموز، ونجد نفس الاشخاص هذوما موجودين في المجلس التاسيسي يستفزوا معناها في الشعب ويستفزوا في اعمال الاداءات. مازالوا هما يقنوا. وداير الواد فينانس اللي خرجت في 2012 مهزله، والواد فينانس كومبليمونتير اللي خرجت بعدها قانون الماليه التكميلي مهزله اخرى، وتوا حتى قانون الماليه اللي باش يخرج تو في 2013 مهزله رهيبه. الناس هذه تخدم ضد مصلحه الدوله. بالاخر الواد فينانس الناس يحبوا معنا قانون ماليه يحبوا يوقفوا به مصلحه البلاد. انا نراه مسيس معنا الواد فينانس كان باش تخرج توا لولا تدخل بعض الكوادر والحمد لله اصبح. اما مازالوا محافظين على القوانين اللي تشجع على التهرب الجبائي اللي هي تدخل مئات والاف المليارات. توا كان يتنحاوا السباله هذيك اللي يسكروا عليهم الاف المليارات. على سبيل المثال فما الجنات الضريبيه. هناك بعض المناطق في العالم ما يخضعوش الاداءات. يقوم مستثمر لهنا ولا رجل اعمال يمشي يحل فيليال غادي ويبدا يفكتر من الشركه مو غادي خاطر ما تخضعش اداءات، فكتر كيما تحب
يفكتر مئات المليارات، فما افير اخرها ب 120 مليار خرجوا من تونس من هنا باش ما ياخذوش الاداءات. يفكتروا من غادي المليارات ولهنا يعملوا ديليتر دو كريدي وخرجوا المليارات يهربوهم باش ما ياخذوش الاداءات في تونس. التوا هذا موجود، وحتى كي طلبوا بعض الكوادر باش يتنحى القانون هذا وباش نمنعوا الشيء هذا، رفض تام من قبل كاتب الدولة المالية اللي هو وزير بالنيابة والحاشية متاعه. الملفات الكبيرة كانت في دار العمل أداة موجودة في بعث الأبحاث هذه ميسيون موبيل، كانت فيها من الملفات الكبيرة في البلاد، وملفات معناها كان يتلاعب بها معناها على سبيل معناها الذكر، معناها ملف من 23 مليار ينزل 7 مليار دوات بجرة قلم، معناها هذا معناها اللي شفناه جرة قلم، هذا كان شكون تدخل فيه بالتليفونات وسمسرة. مع احترامي لزملائي معناها لكن الحقيقة نقولوها، لا معناها مع احترامي لزملائي اللي اشتغلوا على الملف، لكن معناها كانت الرؤساء هما اللي كانوا معناها يمشي حاجة يرجع حاجة. الرؤساء هما اللي كانوا نافذين، هما اللي كانوا يبعثوا بالتعليمات هذا معناها. وملفات كان زاد معناها كيف معناها كانت ملف بعدم جدوى، عدم جدوى معناها كي ملف معناها كسر المواطنين، ملف مثال ما يدفع شيء، ما يدفع شيء، ملف من يخضع المراقبه، ومراقبه معناها عدم جدوى ما فيش معناها خرجوه نظيف ما يدفع شيء. لكن وبعد معناها هذا صار في 2010 وفي 2012 كي تعاود معناها طلع ل 12 مليار من صفر ل 12 مليار، وهذو مازالوا موجودين معناها. الناس هذه اللي هبطوها للصفر موجودين، واللي طلعوها ل 12 مليار موجودين، شرفاء اللي طلعوها ل 12 مليار هذا مش شرفاء. واللي حسبوها صفر مازالوا موجودين في الإدارة، موجودين ما غير ثم حساب. كيف معناها كيما موجودين معناها الناس شرفاء. لوبي الفساد تعتبره مازال موجود في المالية؟ مازال حتى تو معناها موجودة، معناها ملفات موجودة، والناس اللي معناها خدمت فيها الملفات هذه اللي فيها فساد التو مازالت تخدم، والتو مازالت معناها تغطي على هالملفات هذه. نفس الاشخاص نفس المنظومه، ما تغير شيء. يمكن المواقع تغيرت معناها اعاده معناها الهيكله بيناتهم، ليس الا معناها غرفه مغلقه. ديما نقعدوا في غرفه مغلقه، وما كانش معناها ما كانوش يشتركوا معناها الناس النظاف. الاكسبير كونتابل هو ريالمون هو نقول الفساد الاولانيه نتاع المطالب بالضريبه، هو الفساد الاولانيه نتاع المطالب بالضريبه. المفروض انه لا ديفايونس نتاع السيستم فيسكال جزء منها يتحملها الاكسبير كونتابل، بالطبيعه ما نعموش، فما جزء منه وجزء منه، لانه انت وقت المطالب بالضريبه تخرج له حساباته وتقول له راك باش تدفع من كذا وكذا، يقول لك هو ما يساعدنيش تبدل له انت حساباته، تولي انت مشارك في الفساد الجبائي اللي قاعد يصير في البلاد. ذهبنا إلى وزارة المالية حيث تمكنا من معاينة ما كان يحاك من فساد في محو المليارات من سجلات الجباية والتغاضي عن تدوينها. لنأخذ مثلا هذه الشركة الخاصة، فقد وقعت مراجعة معمقة لحساباتها فأنتجت صفرا، أي أن هذه الشركة لن تدفع مليما للجباية، لكن بقدرة قادر عندما وقعت مراجعة ثانية جدية في هذه الأيام لنفس الشركة أصبحت مثقلة بجباية قدرها 12 مليار و600 مليون. نعم، من صفر إلى أكثر من 12 مليار. فماذا وقع بين المراجعتين والحال وأن الدفاتر لم تتغير؟ وجدنا ديونا أخرى لشركات ومؤسسات وقع تخفيض المبالغ الجبائية المثقلة عليها في خرق صارخ للقانون، ما يدخل تحت طائلة الأحكام الجزائية. فبجرة قلم
تمحى مئات الملايين هكذا. ثم إنك تجد في ثنايا الملفات مذكرتين صادرتين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية تسرد فيها طرق التزييف والتحيل التي يتبعها بعض منتسبيها. فمثلا في تسجيل العقود يعمد البعض إلى حذف 0 من اليمين من ثمن البيع، هذا زيادة إلى إدراج تواريخ مغلوطة لما هو موجود بالعقود لإعفاء المطالب من غرامات التأخير. ثم هناك الأخطر وهو التنصيص على بطاقات تعريف خاطئة، حتى إذا ما بحث في الملف الجبائي لا يجد الباحث شيئا يذكر. بجنب مكتب مراقبه الاداء ثم شكون يماركي في مليون في النهار وفي 2 ملايين في النهار، وانت ما تخزرلوش وما تنجمش تتبعه لان المنظومه نتاعك غير محبكه، ولانه على راس منظومه الجبايه هنالك اشخاص يفتقدون الكفاءه، هنالك اشخاص وصلوا للمرتبه هذيك، وصلوا بالتنفيذ الاعمى للتعليمات، ناس هذوما ما عندهمش احاطه كليه بالمنظومه الجبائيه، ما يفهموش في الاقتصاد، ما يفهموش في مناخ الطمانينه. هذو ناس شادين الادارات المركزيه ما عندهمش حتى علاقه بالمواطن الداخل. هنا وزير الماليه وهنا السلطات المشرفه والحكومه اساسا يجب ان تراجع منظومه الجبائيه ويجب ان تراجع المسؤولين المباشرين عن المنظومه الجبائيه. ختاما، يبقى الامل قائما في هدم هرم الفساد، فالزمن لا يرحم والفاسدون لا ينتظرون، بل يغنمون من السهو والتباطؤ والمماطله في فتح الملفات، ويعملون على توجيه الراي العام وعلى محو اجرامهم. وفي غياب الحساب يتكاثف الضباب الذي ترجع وراء ستاره دولة الفساد. فإلى حد اليوم اكتفى الجميع بقائمة يتيمة ل114 فرد فقط صدرت أموالهم، وآخرون لم يسائلهم أحد لحد الساعة. وكم من ملفات ما زالت ترقد حبيسة الخزائن والرفوف؟ فأين ملفات 26 والمليارات التي كانت تؤخذ عن كل يوم في السنة من ملايين التونسيين؟ وأين ملفات صفقات الطائرات والبواخر ومليارات رشاويها؟ وأين البحث في قائمة الشركات المخصصة التي تعب جيل الاستقلال في بنائها فوهبها الفاسدون للفاسدين؟ والحال أن الوزير الأول المكلف طيلة 10 سنوات بتوزيع هذه الغنائم إلى جانب ترأسه المجلس الأعلى للصفقات الكبرى لم يساءل بتاتا، ولم يفتح الصندوق الأسود بعد، ولا ملفات الاستيلاء على أملاك الأجانب وقروض البنوك التي تبخرت دون رجعة. وأين ملف بطاقات الشحن التليفوني لتونيزي تيليكوم التي أسندت صفقات طبعها لبعض أصحاب النفوذ، فغنموا من ورائها ما غنموا في ظلم صارخ لأصحاب الاختصاص؟ وأين وصل ملف التلفزة التونسية؟ وأين التحري في مسألة الملفات التي تم تمزيقها وتدميرها، والتي صرح بها الإطار السامي في أمن الدولة والمخابرات سمير الفرياني، والذي قاده الإصداع بحقيقتها إلى السجن بعد الثورة قبل تبرئته؟ وأين ملفات الرئاسة التي تبخرت بشهادة مدير ديوان الرئاسة؟ أسئلة عالقة لم تعد تحتمل الانتظار. وقد أسعفنا الحظ أن وجدنا أضخم أرشيف يؤرخ لسنوات الخيانة والفساد في المجال الإعلامي، وهي ملفات حافظ عليها ثقة من الثقات. وعندما تفتح هذه الملفات يصدمك حجم الوضاعة والرشاوى وشراء ذمم بعض الإعلاميين والمثقفين، سواء في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية. وكم هو مذهل حجم الوشايات زيادة على قطاع السينما والتمويلات التي ذهبت إلى الجيوب والإشهار، إلى غير ذلك من شراء الأقلام في تونس وفي الخارج، ثم حملات تشويه السياسيين وتقارير الداخلية التي يمضيها صحفيون. ملفات عديدة سنعرضها عليكم في قادم الأيام.